بيان إلى الرأي العام إن نضال المرأة وكفاحها ضد الذهنية الذكورية للوصول إلى حقوقها المرجوة مستمر، إلى أن حالات العنف الممنهج التي تمارس بحقها تشكل حاجزاً أمام تحقيق المساواة، وخاصة العنف على المرأة والمجتمع عامة في ظل النزاعات والحروب التي تعاني المنطقة من وطأتها، وخصوصاً منطقتنا التي تعرضت على مدار 9 سنوات لهجمات مريرة على يد مختلف المجاميع الإرهابية المدعومة إقليمياً ودولياً، وأشدها إرهاباً وتطرفاً تنظيم داعش الإرهابي الذي عنف المرأة بشكل مروع. وبعد الهزيمة النكراء التي ألحقت به على يد قوات سوريا الديمقراطية التي تشكل وحدات حماية المرأة جزءاً مهماً منها، قرر أردوغان الانتقام من المرأة في شخص مجتمعها بعملية عسكرية دامية ضد الشعب بكل مكوناته في مناطق شمال وشرق سوريا. ولم يكتفي بهذا فقط، بل ويقوم بشكل مستمر باستهداف الأهالي في أماكن نزوحهم قسراً بهدف ترسيخ سياساته الرامية إلى إنشاء منطقة آمنة عنوانها الإبادة بحق مكونات الشعب السوري والتغيير الديموغرافي. وقد رأينا كيف أنه حول مدارس الأطفال إلى مذابح على رؤوسهم خوفا من مقاومتهم المستمرة ورفضهم سياسة التغيير الديموغرافي أو الرضوخ للاحتلال التركي. إن السياسات التي تمارسها دولة الاحتلال التركي عبر احتلالها لمناطق إعزاز، الباب، جرابلس، عفرين، وأخيرا جريسبي وسريكانية تهدف إلى قتل جوهر الحياة ومفهوم التعايش المشترك والسلم الأهلي والديمقراطية الحقة. إننا كنساء بكل المكونات في الأحزاب السياسية بمناطق شمال وشرق سوريا ندين ونستنكر العنف ضد المرأة بكافة أنواعه، وندين عجز المجتمع الدولي على إيجاد حلول جذرية لقضية المرأة والانتهاكات التي تتعرض لها. وندعو جميع الأطراف المعنية من دول وأنظمة ومؤسسات وشخصيات مستقلة إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه ما تتعرض له المرأة من عنف، وخاصة بمناطق التي تكون ساحة الحرب وتحت وطأة الاحتلال. ونناشد الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية للقيام بواجبها الأخلاقي لوضع لحد جرائم أردوغان، ونؤكد على توحيد جهود النساء في العالم للمطالبة بحقوقهن، ونناشد على ضرورة تطبيق التشريعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة التي أكدت عليه الأمم المتحدة.